السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي اعمل معاكم بقى النهارده الكبدة الاسكندراني، كلنا بنحبها بتريكات بسيطة خالص. هنعملها مش هتاخد مننا 3 4 دقايق، وهتبقى احلى كمان من بره، ومش هتبطلوا تعملوها في البيت. يلا بقى نشوف هنحضرها مع بعض ازاي. هنجيب نص كيلو كبدة، تمام، وحطيت عليها معلقة طحينة علشان نحط عليها ربع كمان كوباية خل، عليها ليمونايه كده. الحاجات دي علشان تمنع الزفارة بتاعة الكبدة. هي كده كده الكبدة البلدي طبعا تبقى زفارتها يعني مفيش زفارة فيها ولا حاجة، بس برضه احنا بنحب نحط الحاجات دي علشان تبقى ايه، تبقى برضه بتديها طعم برضه في نفس الوقت وتمنع الزفارة بتاعتها. وهنقلب الحاجات دي كلها مع بعضها، وهنسيبها مثلا لمدة 10 دقايق ربع ساعة كده، وبعدين نحط بقى بقية المكونات عليها. 10 دقايق بقى وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، هنبدأ بقى نضيف بقية المكونات معانا. عندنا هنضيف الملح والكزبرة، توابل اللحمة، الفلفل الأسود. هنضيف المكونات دي كده عليها. هنحط كمان عليها شوية توم، 10 فصوص مثلا توم وسط. تمام، التوم يديها طعم حلو جدا. تمام. وهنحط عليها فلفل، 3 4 فلفلات كده. طبعا اللي مش حابب الفلفل الحراق تمام، بس هو يعني يفضل ان هي تتعمل بقرنين فلفل حراق يعني. تمام، انا حطيت فلفل عادي على فلفل حراق. وهنقلب بقى كل المكونات دي. ومعايا بصلايه صغيره كده، انا ايه، بحب اعملها ببصل برضو علشان بيديها طعم احلى. في ناس بتعملها بالثوم بس، في ناس بتعملها بالبصل والثوم، في ناس بتعملها بالبصل بس. انا بقى بحب اعملها ايه، بالبصل والثوم، بتديها طعم احلى. تمام. هنبدأ بقى نشوح البصلايه دي على النار في شويه زيت كده. وهنحط بقى ايه البصلايه، هنشوحها كده لغايه بس لما لونها يصفر. برضو بالنسبه للناس اللي يعني عندها اولاد كتير او كده، برضو البصل بيديها ايه كتره، يعني كترها يعني. تمام. بس انا عشان بحب طعم ده مع ده، بيخليها اطعم من بتاعه بره بالظبط. ودلوقتي بقى البصل خلاص دبل اهو، هنحط بقى عليه المكونات بقى كلها كده. وهنقلب ونقلبها بقى. طبعا خلي بالنا ان الكبده من الاكلات اللي ما بتاخدش وقت في السوا خالص. انا هغطيها بقى دقيقتين بالظبط كده علشان البخار يسويها كلها، وكمان عشان ما تنشفش. وهرجع لكم تاني. ودي بقى خلاص بعد ما استوت، عايز اقول لكم الريحه تجنن، بجد جميله جدا جدا جدا. هنصبها بقى وارجع لكم تاني. بقى بعد ما صبيناها حطيناها في الطبق. طبعا ممكن بقى نعملها سندوتشات، نغمس براحتكم. نحط معاها العيش وسلطة الطحينة وبالهنا والشفا. وده بقى كده خلاص شكلها النهائي. الكبدة عليها شوية جرجير كده، والعيش وسلطة الطحينة هيجربوها بقى، قولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.